العالم كله انبهر لما شاف الرسمة بتاعة أحمد. أحمد ده مواطن بسيط قدر يرسم رسمة تحس كده وكأنك في محطة قنا. راسم سكة حديد، راسم قطر، وراسم محطة وإنشاءات، وما سابش تفصيلة إلا لما عملها. أحمد ده أبهر الناس برسمته الحلوة دي. بص، يعني لدرجة إن الحجر بتاع السكة الحديد نفسه قدر يرسمه بكل تفاصيل كبيرة وصغيرة، بالسلالم بقى، بالترابة بقى بتاعت السكة الحديد، بالتحويلة، بدرج السلم بتاع المحطة. أنا مش هقولك يعني، انت لو يعني اللي احنا شايفينه ده انا مش مصدق عيني. يعني هو لو حد كده، لو التصوير، لو احمد ده مش واقف، احنا كان ممكن نفكر ان ده يعني صورة متاخدة وورق حائط. بص بقى، يعني أوضة عامل المزلقان ولا أروع من كده. قدر يعمل جدارية فنية من الرسومات البسيطة، وسما بقى وسحاب والقطر بكل تفاصيله. يعني مش هقول لك انا بقى، يعني بدرجة فنان فنان فنان. الشاب احمد ده قدر حتى يعني لمعة السكة الحديد تحس كده فعلا ان انت واقف قدام القطر في محطة القطار، والمنظر ده قدامك. يعني مش هقولك، يعني هو بيحاكي الطبيعة، هو بيحاكي فعلا الواقع. بص بقى كده وهو واقف على الارض، وأوضة عامل المزلقان بقى ولا اروع من كده، بالسلم، بالتفاصيل بقى. مش هقولك انا، يعني الشبابيك السلك وحتى يعني الحجر اللي في السكة. يعني احمد ابهرنا صراحة. يعني شفت انت بقى يعني في الاشارة بتاعت السكة الحديد وبتاعت القطر، والجنب ده بقى اللي احنا شايفينه ده. بص الجنب ده، بالراجل اللي واقف قدام القطر ده. يعني انا مش عارف صراحة، يعني ايه اللي انت عامله ده يعني احمد؟ انت بدرجة فنان، انت كلمة فنان عليك دي شوية. الرسم ده اهو، الرسمة ده اهي بتطلع بكمبيوتر ورق حائط 3D، بتطلع بالشيء الفلاني. احمد بشوية ادوات بسيطة قدر يرسم اللي انت شايفه ده. ده جنب البيت اهو، عمل سما، سكك حديد، قطر واقف في محطة، الزلط، اوضة عامل المزلقان، ولو كأنك كده تحس ان انت داخل على المحطة. بصراحة يعني شغل يعني فوق العظمة. وهم دول المصريين يا جماعة، بعظمتهم، بقدراتهم اللي تفوق الخيال وتفوق الكمبيوتر. وحاجة مشرفة جدا، وتحية كبيرة جدا لأحمد اللي أبهرنا وأبهر الناس كلها بالرسمة الفنية بتاعته دي. شكرا ليك يا أحمد بجد، تسلم إيدك يا ابني والله على اللي انت عامله ده. يعني تحس كده الطوب نفسه بتاع السكة الحديد بالأسمنت، مش هقولك ما سابش تفصيلة كبيرة ولا صغيرة إلا لما عملها.